كان في رجل من مشركي مكة اسمه عثمان، وكان عثمان هذا عنده ولد سماه شيبة، وكان هذا الولد متعلق في أبوه تعلق شديد جدا، ويشوف أبوه المثل الأعلى. فكان الأب يحب ولده والولد يحب أبوه حب شديد، وكانوا مع بعض وين ما يروحوا. فبعد ما ظهر الإسلام كلهم الاثنين عادوا الإسلام وحاربوه، الأب والابن عثمان وشيبة كلهم كرهوا الإسلام كره شديد وحاربوه مع باقي كفار قريش. فبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وفي غزوة أحد بالتحديد، كان في صفوف المشركين الأب اللي هو عثمان كان مشارك مع المشركين لقتال محمد، وكان عثمان معه المشركين في المعركة. بس في نص المعركة وفي نص القتال التفت عثمان إلا بحمزة في وجهه، وعثمان معه المشركين، فقاتل حمزة، وفي أقل من ثواني ضرب حمزة يد عثمان فقطعها من الكتف، فسقط عثمان على الأرض. وهنا شل حمزة سيفه وخلص على عثمان قتله، فمات الأب وماتت الحياة في عين ولده شيبة. كان شيبة هذا يحب أبوه حب شديد جدا، وما كان يتخيل أنه يفارق أبوه لحظة واحدة. في يوم قتل أبوه في المعركة كرس الولد حياته كاملة للانتقام لأبوه من محمد بالذات، وحلف أنه لا يأخذ الثأر لأبوه. وصل في كره الإسلام لدرجة أنه قال حتى وإن لم يبقى سواي من العرب حتى أتبع محمد ما اتبعته، لو العرب كلهم يتبعون محمد ما اتبعته.